أعضائه وضع تقييم شامل لواقع الأمر، ومن خلاله تم تقرير الأمور التالية: أولا، إعادة نظر شاملة في هندسة العمل التقنية السابقة وفي طرق الاشتغال، وهو ما يؤكده شغور مقعد المسؤول عن الفريق الأول. ثانيا، التعاقد مع مدير رياضي في حجم تطلعات النادي، وخصوصا بعد شغور منصب عضو المكتب المديري المشرف على لجنة الفريق الأول في أقرب الآجال، وذلك قصد انتداب لاعبين جدد في مراكز الخصاص. ثالثا، تعيين السيد حفيظ عبد الصادق مدرب مساعد. رابعا، المضي قدما في رفع المنع والاشتغال بفعالية في هذا الموضوع. خامسا، عقد لقاء تواصلي مع السيدات والسادة المنخرطين والمنخرطات في غضون الأيام القليلة المقبلة. شبان لكم في هذه الخلاصة وفي هذه النقاط اللي جات في البلاغ ديال فريق الرجاء الرياضي. ما قلتش النقطة اللي كان كيتسنى الكل أنه يتم الإشارة إليه هو المدرب، بحسب الأخبار وصلنا أنه متمسك بالشرط الجزائي، وأن هاد جوج ماتشات اللي غيلعب من غدا حتى لنهاية الأسبوع مع فريق اتحاد توارقة وشباب محمدية ممكن غادي تحدد المصير ديال المدرب، يا إما تجديد الثقة فيه يا إما صافي غادي يكون قرار ديال الإعفاء ديالو. هاد النقاط اللي جات عندها علاقة بالمنصب، قال لك اللي شاغر ديال المسؤول عن الفريق الأول، تعاقد مع مدير رياضي جديد دون الإشارة إلى إقالة أو استقالة سي محمد مديح اللي هو كنعرفوه هو المدير الرياضي على الورق، وإن كان الصلاحيات اللي عنده تكلمنا عليها شحال مرة، قلنا شنو الصلاحيات اللي عند السي محمد مديح. تكلموا على تعيين حفيظ عبد الصادق مدرب مساعد، والاشتغال على رفع المنع من أجل انتداب اللاعبين في الميركاتو المقبل، وعقد لقاء تواصلي مع السادة والسيدات المنخرطات والمنخرطين.